ايه ده؟ انت بتطبخي ولا بتنفضي؟ الله. ايه ده اللي بتعمليه في العجين ده؟ دي بيتزا؟ لا، ده انا نفسي هفتني على اكله هندي كده لذيذه قوي. كنا بناكلها دايما واحنا رايحين الشغل، بس النهارده هنعملها في البيت من الالف للياء. ياه، عرفتها، بس دي صعبه، ازاي هتطلع زي الجاهزه؟ انت خليك معايا بس، هقول كل التريكس اللي تخليها ناجحه واحلى من الشارع كمان. اول خطوه هنعجن 3 كوبايات دقيق مع معلقه ملح صغيره وكوبايه ميه دافيه. ممكن بقى نزود ميه او دقيق تاني حسب نوع الدقيق. المهم نوصل العجينه لقوام يكون ستيكي كده، حاجه بسيطه. هنغطيها بقى ونسيبها ترتاح ساعه عشان تكون سهله علينا واحنا بنفردها وبنشتغل فيها، وبعدين نقسمها كور صغيره وناخد واحده واحده نفردها ونشتغل فيها. يعني ما فيهاش خميره خالص؟ لا خالص، هي ميه ودقيق وملح بس. المهم نوصل للملمس اللي انا قلت عليه. طبعا نحاول نقسم العجينه قطع متساويه بالظبط، وكل قطعه نحاول نلمها في ايدينا بالشكل ده لغايه ما تكون شكل الكوره، بحيث نلف العجين من بره على جوه. وبعد ما نخلص كل الكور ناخد اول واحده عملناها ونبتدي نفردها. الحلزونه بقى اللي كنت بتعمليها من شويه دي؟ ايوه، وهعمل طريقه تانية كمان عشان العجينه تكون مورقه. اما نشوف. احنا بعد ما نفردها بنمسحها بالسمنه او الزبده السايحه ونرش عليها رشه دقيق خفيفه. واسهل تكنيك بقى ان احنا نطبقها زي المروحه وبعدين نلفها كده. وطبعا العجينه مفروده رفيع جدا، فهتساعد على ان الطبقات تبقى اكتر، شبه الفطير المشلتت يعني شويه. هنحضرهم بقى كلهم وبعدين ناخد اول واحده عملناها ونفردها تاني وعلى الطاسه على طول. طبعا الطاسه لازم تكون سخنه علشان البراطه ما تلزقش، وفي نفس الوقت تنفش وتاخد اللون الذهبي ده. الله يفتح عليك انت وكل اللي بيشوفونا يا رب. في الاول بنسيبها دقيقتين وبعدين بنقلبها بسرعه على الجنب التاني. اول لما بنقلبها بيبتدي السخونيه تدخل جواها وتكون الهواء وتنفش شويه. كل ما يحصل فيها بابلز من الهواء كده نضغط عليها علشان نزق الهواء بين كل الطبقات، فنخليها تستوي كويس جدا من جوه. ايوه، هي فعلا شكلها كان بيبقى كده. والله برافو عليكي. شفت بقى؟ بصي بقى، انتي اعملي البراطه وانا بقى هقولك على الحشوات بقى اللي كان الواحد بيستمتع بقى وهو بيشتريها. يا سلام، اتفضل قول الاوردر بتاعك. صديق، ايك براطه بيض، ايك براطه جبنه عسل، ايك براطه ومان شيبس. حالا. اول واحده بنعملها بالبيض المقلي. نقلي البيض في الطاسه وبعدين اول لما يبتدي يستوي نحط عليها البراطه ونقفلها وناكلها وهي سخنه كده. تاني نوع كان الولاد بيحبوه اللي هي الجبنه الكرافت مع العسل. ايوه انا بحب دي، احجزي لي بقى اول واحده. من عينيا. طبعا احنا ممكن ناكلها نغمس بيها اي حاجه وممكن نحشيها اي نوع حشوات عندنا احنا بنحبها. انما احنا طبعا اكتر نوع بنحبه ايه؟ الجبنه مع الشيبسي يا عمان. دايما بنوصي عليه من بره. نكسر الشيبسي كويس ونفرد الجبنه وننزل عليها الشيبسي ومعلقه من الشطه كده او دبس الفلفل. يا عفريته، ده وصل امتى ده؟ ده جاي لك مخصوص بالطياره. البراطايه دي تلزمني. وانت يا كيكو ايه رايك؟ تسلم ايدك يا منى.